بقات سيمانه وغادي ينقسموا التلامذ لنوعين. النوع الاول غادي يقول لك الحمد لله حيت خدمت واجتهدت حتى لاخر لحظه وما حطيتش الستيلو ديالي حتى نهار الامتحان. والنوع الثاني غادي يقول لك الامتحان كان ساهل ولكن انا ما خدمتش وغادي يشدوا الندم، ولكن في هذه الساعه ما عندو باش غينفعوا الندم. يعني حاول تكون من النوع الاول وعطيك الماكسيمو ديال الجهد ديالك. السيمانه هي اللي كتفصلك على الهدف ديالك، ولا شوف انت شنو الحلم ديالك من بعد. عارف انه ما بقاش عندك الجهد وما بقيتيش قادر تخدم لمده طويله، ولا ما بقاش عندك التركيز بسبب الخدمه ديال ساعات، وما كتلقاش واحد الموتيفاسيون من العائله ديالك ولا من لونتوراج ديالك. وهذا الشيء هو اللي خاصو يحفزك، ماشي يخليك تدخل في الديبرسيون. علاش خاصو يحفزك؟ حيث ان هاد الحياه كامله انت اللي خاصك تكون كتموتيفي راسك براسك باش توصل للاهداف ديالك. انا حاس بيك وحاس الظروف اللي كتمر منها في هذه المده اللي بقات الجهوي ولا الوطني. علاش؟ حيت حتى انا دزت من نفس المرحله. ولا سولتي اي واحد كبر منك، واخا يكون خوك ولا شي واحد من العائله ولا شي واحد من الجيران ديالك، وسولتيه حتى هو غيكون داز من نفس المرحله. يعني شي حاجه اللي عاديه. حاول غير ما تخليهاش تاثر عليك، وهذه الفتره هي اللي مهمه بزاف، هي فين كدير واحد اللمسات يعني الاخيره باش تدوز الامتحان ان شاء الله في واحد الظروف اللي تكون جيده. واحد الهضره بغيتك تسمعها وهي اللي خاصك دير بها في هذه المده. الآن في هذا العمر إذا تتعب ترى بعدين تلعب. الآن تبي توسع صدرك تلعب ترى بعدين تتعب. هاد الهضره ديما ملي كنسمعها كتغير لي التفكير ديالي ل 180 درجه، ونبغيك حتى انت تحاول يعني تستافد منها. بالنسبه للناس اللي تيقول لك نهار قبل الامتحان خذوا راحه، انا ما كنأيدش هاد الفكره. علاش؟ حيت هذاك النهار خدم فيه. علاش؟ حيت هذاك النهار يقدر يغير لك شي حوايج اللي ما كنتيش تتصور. تقدر تخدم شي حاجه في هذاك النهار وتحط لك هي نهار الامتحان. يعني خدم هذاك النهار حتى هو خدم فيه، نهار قبل الامتحان خدم فيه، ولكن خدم مده اللي قصيره. مثلا كنتي كتخدم 6 سوايع في النهار، خدم مثلا فقط 3 سوايع، خدم فقط 3 سوايع، وخدم شي حاجه اللي ما تحتاج لواحد المجهود قليل بزاف باش ما تعياش من بعد. هذه هي اللي غنقول لك. اما باش تقول لي نهار ما غاديش تخدم فيه كاع يعني غادي تضيع نهار كامل، لا ما متفقش معاك. وخدم حتى لاخر لحظه، خدم حتى لاخر لحظه. والوقت ما عمرك تقول الوقت سالا، ما تقول سالا الوقت حتى تحط لك الورقه ديال الامتحان. هذيك الساعه تتسمى سالا عندك الوقت، والساعه كترد هذاك الشيء اللي راجعتي واللي حفظتي. فحاولوا يعني ما تضيعوش هاد الفرصه بحجه ديال العيد ولا شي حاجه، وعطيو فيها الجهد اللي عندكم. بالنسبه لها الهضره اللي كنقول بحال كنقولها الاخ ولا الاخت ديالي اللي باغي ليه الخير، يعني حاولوا تطبقوا هاد الشيء وديروا هاد الشيء اللي قلت لكم بالحرف. يعني حاولوا تخدموا مزيان في هاد المده اللي بقات، وراه غير سيمانه وغادي تدوز ولا 10 ايام وغادي تدوز، ومن بعد غادي تهنى وغادي تحقق الشيء اللي كنتي باغي. وبالنسبه اللي عجبك الفيديو فما تنساش تخلي واحد لايك، وبالتوفيق للجميع ودمتم متألقين. والله ينجحكم ان شاء الله وتحصلوا على النقاط اللي باغين. توفيق للجميع.